بلاش التداول. خبراء كتير برضو بيطلعوا بيخسروا فلوسهم عادي جدا. احنا لسه صغيرين على اننا نقول ان احنا خلاص تعبنا او ان خلاص الموضوع ده مش جايب همه او ان انا ما اقدرش استنى اكتر من كده. طيب يا شباب، فيديو جديد مختلف شوية، عايز أدردش معاكم شوية في الأسئلة اللي انتوا سألتوها، نتعمق أكتر في المشاكل اللي انتوا بتواجهكم بالنسبة للشغل، كونتنت، أيا كان الكلام ده. هنشوف مع بعض شوية أسئلة من اللي انتوا سألتوها ونحاول نجاوبها مع بعض النهاردة بإذن الله. أتمنى إن هو يكون فيديو خفيف كده ولذيذ من غير تنشنة، وندردش فيه أكتر من إن هو يكون فيديو بسكريبت. ماشي. أول سؤال بيقول حاول تعمل فيديو عملي ازاي ابدا دروب سيرفيس. دروب سيرفيس زي ما انا حكيتها، بس حكيتها طبعا بشكل نظري في الفيديو اللي ظهر قدامك ده. ازاي نبتدي دروب سيرفيس والخطوات اللي انت تبتدي تاخدها عشان تعمل دروب سيرفيس. لو انا كلمتك بشكل عملي، آم، الموضوع مش هيختلف كتير اعتقد عن اللي انا قلته. يعني ممكن حاجة نعملها فعلا في المستقبل، يعني في ايجنسي جديدة في الغالب ممكن ابتديها، ولو دي حاجة بالنسبة لكم مهمة ممكن عادي جدا نعمل لها فيديو ونبتدي خطوة بخطوة اشرح لكم ازاي ابتدي الايجنسي ديت وازاي ابتدي ابيع المنتجات واجيب الناس اللي هتعمل الخدمة منين او ازاي انا هعمل الخدمة وكده بالطريقة ديت. مفيش مشكلة لو انتوا حابين حاجة زي كده وفي اجماع على الموضوع ده. عرفوني في الكومنتس ونعملها في خلال الفترة الجاية. بس زي ما قلت لك، في الوقت الحالي انا مش شايف بصراحه ان هي هتفرق كتير جدا عن الحاجات اللي انا شرحتها جوه الفيديو. انا شرحت تقريبا كل حاجه بتفاصيلها بالحاجات اللي انا عملتها، بس برضو فكره كويسه ممكن نعملها في المستقبل. طيب سؤال تاني بيقول لك ازاي تلاقي الفريلانسرز اللي تشتغل معاهم. بص، في طرق كتير تقدر تجيب منها فريلانسرز، بس يعني الطريقه اللي انا مجربها بنفسي آه، اكتر من حد مجربها ولقى ان فيها نتائج احسن بكتير بفريلانسرز اسعارهم كويسه قدام القيمه اللي بيقدمها لك، عشان انت كمان تقدر تبيعها في الايجنسي بتاعتك. الكلام ده بيكون موجود على الفيسبوك جروبس. هتدخل على الفيسبوك جروبس، دور على جروبات باسم المجال بتاعك. يعني مثلا لو انت فيديو اديتور هتدخل على مواقع زي على جروبات، اقصد زي مونتاج، محتاج مونتير. اعمل سيرش على الموضوع، هتدخل على الفيسبوك هتلاقي جايب لك جروبس كتيرة جدا، اعمل لهم كلهم جوين وخش. هتلاقي ناس كتير بينزلوا شغلهم، ممكن عادي جدا انك تدخل تكلمه او تشوف الشغل بتاعه، او انت ممكن تنزل بوست ان انت بتطلب فريلانسرز، وهتلاقي ناس كتير جدا بعتين لك. وهتلاقي وساعتها انت بقى تختار على حسب كواليتي الشخص اللي انت عايزه والسعر اللي انت محتاجه برضه. في بقى اسئله كتير اتسالت على الموضوع ده، بس باكتر من صيغه يعني مضمونها من الاخر. ليه بلاش التداول؟ بص، انا قلت وجهة نظري في اكتر من مره بالنسبه للموضوع ده. شكل التداول اللي بيروج ليه دلوقتي عامل زي القمار، اذا ما كانش هو فعليا قمار، بس انا ما اقدرش افتي لك في حاجه زي كده يعني. لكن هو فعلا بنفس الطريقه ان انت تتوقع ان سهم طالع سهم نازل. طب انت منين تقدر تجزم بان السهم ده ممكن يطلع؟ مع ان في خبراء كتير برضو بيطلعوا بيخسروا فلوسهم عادي جدا في الكلام ده، مع انهم بيكونوا فاهمين بقى السوق ودارسينه والكلام ده. بس في احتمال برضو الفوز والخساره. هتقول لي طب ما هو البورصه فيها فوز وخساره. ايوه، بس البورصه انت بتكون حاطط فلوسك مع سهم، انت عارف السهم ده بيتعمل فيه ايه وعارف الشركه بيتعمل فيها ايه. فعشان كده بعد ما بتخلص او بعد ما بتحط اقصد فلوسك، انت عارف الفلوس دي بتعمل فيها ايه. فاهم؟ وعارف الفلوس اللي انت بتاخدها ديت هتكسبها ليه، وعارف الفلوس لما تخسرها برضو هتخسرها ليه. كل ده على حسب شغل الشركة نفسها. لكن هل انت دلوقتي لما تراهن، يعني هي ملهاش مسمى غير كلمة انت تراهن ان السهم ده يطلع وانت تكسب فلوس، او تراهن انه هينزل؟ دي الفكرة. لكن في انواع من التداول اللي هي زي البورصة كده، ان انت بتشتري تستثمر فلوسك في سهم معين. دي ما فيهاش اي مشاكل. بالعكس، أنا انصحك لو انت معاك مبلغ كويس تحط فلوسك في حاجة زي كده. لكن غير كده بصراحة انا شايف انت بتضيع وقتك وهتخسر فلوسك والله. انا مجرب الموضوع ده واكتر من حد تاني مجربه، والحمد لله يعني خلصت على حاجات بسيطة، مش مبالغ كبيرة. بس فعلا كان الموضوع كان هيقلب
بشكل تاني خالص. كانت هتبقى كارثة كانت هتبقى كارثة فعليا لو كنا حاطينه في الموضوع ده وادينا اكتر من حجمه بالطريقة دي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه افضل اب للسوشيال ميديا انشر عليه محتوى؟ يعني ده معناه يعني. بص، هو الموضوع ده بيكون على حسب الكونتنت اللي انت بتنشره. حاليا لو انت محتاج ان انت تنشر عندك قيمة فعلا عايز تديها للناس، مش شغل بقى الريلز والكلام ده، انا مش من النوع بصراحة اللي بحب الموضوع ده قوي. ومش معنى ان انا مش بحبه ان انا مش بعمل ريلز، لا اكيد بنعمل ريلز، بس وكل حاجة ليها اسبابها. بس لو انت عايز تنشر فعلا valuable content، عندك منصات زي يوتيوب جميلة جدا تنشر على الموضوع ده. ممكن فيسبوك برضو، بس يوتيوب هتبقى احسن بالنسبة لك، ممكن تنشر على الاتنين عادي جدا. آه، بس المشكلة في المنصات ديت إن هي بيكون صعب التواصل فيها. فأنت لو هدفك البيع على المدى القصير خصوصا، يعني بلاش إن أنت تدي كل تركيزك على المنصات ديت، وخليك أكتر على منصات آه، زي تيك توك وانستجرام. انستجرام بالنسبة لي تطبيق متكامل، فيه طريقة للتواصل، وفيه في نفس الوقت إن أنت تنشر عليه المحتوى بتاعك. تيك توك كويس، بس برضو في نفس المشكلة بتاعت حتة التواصل. آه، مش احسن حاجه خالص زي انستجرام. انستجرام اصلا معمول عشان يكون برنامج تواصل. فبالنسبه لي احسن تطبيق، اكتر تطبيق متكامل في الموضوع ده هو انستجرام، خصوصا لو انت هدفك البيع زي ما قلت لك. فاعتقد انك قسمت لك الموضوع بشكل مناسب. طبعا في حاجات زي لينكدين، لو انت عايز تنشر عليه شغلك، عايز تتكلم عن الحاجه اللي انت بتقدمها بشكل اكتر، بشكل اكبر. مش هدفك من الاخر ان انت تنزل كونتنت عنك انت، تبرز فيه شخصيتك انت، على قد ما انت بتنزل كونتنت بالنسبة لشغلك والحاجة اللي انت بتعملها. تستخدم ايه في التصميم والمونتاج؟ طيب انا زي ما وضحت قبل كده، انا عندي تيم بيعمل الشغل ده. دي خدمة من الخدمات اللي انا ببيعها، سواء للريلز او اليوتيوب، سواء للريلز او اللونج فيديوز او الكلام ده. دي حاجة تيم هو اللي ممكن يكون متمارس فيها بشكل اكتر. انا بشتغل برضه في الفيديو اديتنج، بس بصراحة مش اقوى حاجة بالنسبة للموضوع ده. انا بساعد اكتر في نمو الحسابات والكلام ده. آم، لكن بالنسبة لشغل الايديتنج، التيم عندي هو المتخصص بالنسبة للموضوع ده، بيشتغلوا على برامج زي ادوبي بريمير وافتر افكتس. دول البرامج اللي بيستخدموهم بشكل اساسي، خصوصا طبعا افتر افكتس عشان الموشن جرافيكس والكلام ده. اخر سؤال النهارده عشان نقفل الفيديو. واحد بيقول لي ليه مش مشهور؟ والسؤال ده انا هرد عليه، بس عشان مش اقصد بيه حاجة، وانما بس عشان اي حد مستعجل على النتائج السريعة، ومش عايز ان هو ياخد وقت طويل جدا علشان يدي فعلا حاجة للناس ويتعرف والكلام ده. بص، انا نفسي وقعت في الموضوع ده، وانا نفسي اتخدعت بالموضوع ده، وحصل لي نكسات كتير، وقفت كتير بسبب الموضوع ده. كل حاجة لازم تبقى عارف ان هي بتاخد وقتها، كل حاجة بتيجي في الوقت بتاعها ايه. ما ينفعش تستعجل على النتائج، ما ينفعش ان انت تبقى قاعد تقول ايوه انا لما هنشر مش عارف قد ايه هيدينا قد ايه. ما فيش الكلام ده. في ناس بتوصل في شهر، في ناس بتوصل في شهر، في ناس بتوصل في سنة، في ناس بتوصل في 10 سنين عادي جدا. دور انت ورا الناس الكبيرة جدا دلوقتي، هتلاقي ان هم وصلوا للمكان اللي هم فيه دلوقتي عشان بادئين بقالهم 10 او 15 سنة. انت لو كنت رجعت من 10 15 سنه، انت ما كنتش هتسمع عنهم اصلا، ولا حتى ممكن من 5 6 سنين. فالموضوع لازم نكون يعني متيقنين ان هو بياخد وقت. دي حاجة يعني مفيش مفر منها، لازم تدي الحاجة وقتها. تيجي بقى النتائج امتى؟ ممكن تيجي بعد شهر، شهرين، سنة، سنتين، 5 سنين. المهم ان انت فعلا انت متأكد ان دي حاجة انت عايزها، وانت حاجة انت بتعملها آم، بحب وشغف. ما تستناش، خصوصا من حاجات انت بتدي فيها قيمة حقيقية وانت متأكد من القيمة اللي انت بتقدمها دي للناس. ما تستناش ان انت تاخد النتائج بتاعته دلوقتي. حب الموضوع ده عشان تقدر تكمل فيه. لكن لو انت بتعمله عشان تاخد النتائج بتاعته دلوقتي، او ان في
واحد منزل بيقول لك انت لو نشرت فيديوهات مش عارف ايه هتقدر تكسب مبالغ من قد ايه، ولا اليوتيوب بيكسب قد ايه، ولا المنصات ديت انت لما تنزل عليها تقدر تبيع خدماتك بشكل احسن. كل ده صح، كل ده صح. بس لو انت فضلت حاطط في دماغك الموضوع ده من البداية، لازم هتقع. ف يا ريت ندي كل حاجة وقتها. الرسالة دي متوجهة ليا أنا قبل ما تتوجه لأي حد. خد وقتك، آه، خد نفسك في الحاجات اللي أنت عايز تعملها. ادي الموضوع وقت وطاقتك كاملة، ولو فشلت وتأكدت خلاص إن هي مش هتيجي، شوف لك حاجة غيرها، وشوف لك حاجة تالتة، وشوف لك حاجة رابعة. احنا يعني احنا لسه آم، صغيرين على إننا نقول إن احنا خلاص تعبنا، أو إن خلاص الموضوع ده مش جايب همه، او ان انا ما اقدرش استنى اكتر من كده. آه، خد نفسك. محدش بيجري وراك لسه، احنا لسه بنبتدي، خصوصا لو انت في العشرينات زي اغلب اللي بيتابعوا يعني القناة هنا. آم، معانا وقت كتير، مش مستعجلين على حاجة. سواء وصلت النهاردة او بكرة او 5 سنين كمان، او 5 سنين كمان، 10 سنين، هتفضل لسه تعتبر برضه سنك صغير. ما تقلقش يعني، متخليش الضغط اللي حواليك في السوشيال ميديا والكلام ده يأثر عليك بشكل غلط. آه لان في الاول وفي الاخر دي حياتك انت مش في سباق. مش محتاجين ان انت تدي الموضوع آم، تحط نفسك في مقارنة مع ناس تانية. انت في غنى عن الكلام ده كله يعني. بس يعني يا ريت ما كنتش طولت في الفيديو، يكون الموضوع كان لذيذ فعلا. آم، بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي.